سلام، مرحبا بكم الأحباب الزينة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا لنهار اليوم لوبيا خضراء. بعد ما نكونوا نظفنا اللوبيا الخضراء تاعنا ونفوروها، يعني تفويرة ولا زوج، نحطها في قدر، ندير مغرف زبدة، ثوم، فلفل أسود، معدنوس، مغرف زيت، ونحطها فوق النار وتخليها تتقلى. كي نشوفها تقلات وهذوك المكونات يعني كامل ذابوا، واللوبيا دات شويه تحميره ودات البنه تاع الثوم والزبده، يعني تدي واحده التقليه شابه، نحطوها بجيه. وكيما على بالكم اللوبيا الخضراء ما تقلبوهاش بمغرف ولا باش ما تتفتتش، غير هكا بيديكم يعني، وقلبوها حتى تدي لكم كامل هذيك التحميره تاعها. نقلعوها بجيه ونرجعوا دروك نتبلو الدجاج تاعنا. والان بعد ما وجدنا اللوبيا تاعنا نحطوها بجيه ونرجعوا نوجد المرق تاعنا. في قدر ندير 2 مغارف زيت، ونحط البصل تاعنا، نخليهم شويه يتقلاو. بعد ما يتقلاو شويه نزيد الدجاج. انتيا وعلى حساب افراد الاسره تاعك، يعني انتي واش عندك غاشي في الدار واللي تحب يعني اضافات. انا ديت بطاطا حجم صغير، يعني بطاطا تكون صغيره، قصيتها على 2، يعني الكميه تكون اختياري نتيا وعلى حساب واش عندك عائله في الدار. نقسموها على 2 ونحطوها مع الدجاج، تدي هذيك التقليه تاع الدجاج والبصل والتوابل باش نزينو بها الطبق تاعنا مع الاخير. نزيد الثوم ونخلي يعني كل المكونات تتقلى على نار مهيله باش تدي هذيك التتبيله تاعها. عندنا كركم، ملح، توابل الدجاج، وعندنا شويه فلفل. يعني نعطر كلش مع بعض ونقص النار ونخليهم يتحمروا غير في هذوك السوائل تاعهم. ودوكا بعد ما داو التقليه وتشربت كامل السوائل، يعني تدي كامل هذيك التحميره، نمرق بكاس ولا 2 كيسان ماء ونخليها تطيب على نار مهيله. واللي تبغي يعني دير اضافه تاع جواحر دير جواحر، يعني واللي ما تحبش يعني تخليها هكاك، يعني يبقى للذوق تاعكم اختياري انتيا واش يحبوا افراد العائله تاعك. نغلقوا عليها، نقصوا عليها النار ونخلوها تطيب. والآن يعني بعد ما طاب الدجاج تاعنا والبطاطا تاعنا، نقلعوها، نديرو في مقلة مغرف منقارين مع مغرف زيت، يعني ونحمروهم باش تدي هذيك التحميرة، والطبق تاعنا يعني في الديكور تاعو يجي شباب ويشهي. يعني على بالكم العين تاكل قبل الفم. نقلعو هذاك الدجاج نقطروه، نقلعوا البطاطا تاعنا نقطروها ونخلوهم يدوا التحميره. ونرجع هذيك اللوبيا مونشطو تاعنا اللي كنا فورناها ودات التحميره، نقلبوها في القدره تتشرب لنا هذيك المرقه كامل. نقصوا لها النار ونخلوها تشرب هذيك المرقه. والان يعني بعد ما تحمرنا الدجاج والبطاطا تاعنا وهذيك اللوبيا تاعنا تشربت كامل هذيك المرقة، يعني هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. اللوبيا تشرب كامل، الدجاج يدي التحميرة هذيك الشابة، البطاطا تدي هذيك التحميرة الشابة، يعني ما شاء الله. نستفوها تدي شوية كيما نقولوا تزيد تشرب شوية مرقة باش هذاك الدجاج ما يجيناش ناشف بزاف.
ونرجع لصحن التقديم. بعد ما نستفوا يعني البطاطا والدجاج نخلوها تزيد يعني تدي غلية ولا زوج، ومن بعد نطفو عليها ونجو لصحن التقديم. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. يعني بعد ما تحطيها في صحن التقديم ديري لها رشة معدنوس. ان شاء الله وصفة اليوم تكون عجبتكم. في امان الله حبيباتي، سلام.